وفي برضو سمعت كده بالمرة بقى لعيب كورة ما يعرفش ربنا. مش عارفة والله يعني، ما اعرفش الموضوع بقى، كان متجوز واحدة في السر باين ولا ايه، فطلعت فضحته. هو انا هسألكوا سؤال مبدئيا ده ما حصلش. انا لا يمكن اطلب الطلاق من شريف. في ست مصرية اصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق؟ فقد اب طيب وحنين، تكسر قاسي. يعني قاسي، خصوصا كمان ان طريقه الوفاه كانت برضو قاسيه. السلام عليكم متابعينا، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. فضلاً اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، فهذا دعم كبير لنا لنستمر في تقديم محتوى مميز. دعونا نبدأ. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط الفنان محمد رمضان، لكن هذا خبر كاذب. الفنان نفسه نفى ذلك، حيث قال: أولاً، ألف سلامة على المغني اللي وقع وهو بيغني. ثانياً، اللي شاف إن ده أنا لازم يكشف نظر في أسرع وقت. الحقيقة إن الساقط هو مغني معروف باسم ناندو. أنا البلد يا ابن البلد، أساسي أكمالة عدد. لما أجي حس أنا البلد يا ابن البلد، أساسي أكمالة عدد. لما أجي حس الخبر الثاني، ظهرت منى فاروق وأثارت جدلاً كبيراً بسبب علاقتها العاطفية مع أحد اللاعبين، والذي يقال إنه إمام عاشور. تأتي هذه الأنباء وسط فضائح متعددة تحيط بهما. شاهد التفاصيل. وفي برضو سمعت كده بالمرة بقى لعيب كورة ما يعرفش ربنا. مش عارفة والله يعني، ما اعرفش الموضوع بقى، كان متجوز واحدة في السر باين ولا ايه، فطلعت فضحته. حاجه كده ما اعرفش بصراحه، ما اعرفش الاشكال دي يعني خالص. فالبنت بيحققوا معاها، فبتقول استغرب لها هي مكالمه، فبتقول كان مرافق منى ومش عارفه ايه. بغض النظر هي ما تعرفش عني حاجه يعني، عشان هي وليه وانا مش هتكلم على الولايه، عشان انا ضد ان انا اتكلم على وليه. فاكيد هو المريض النفسي هو اللي اتكلم عليا، واكيد هو اللي فاهمها يا حبيبتي ان انا بجري وراه وبحبه. مش مدياله بلوك ومدياله بالجزمه. مش لما هو اتجوز وجي قال لي نتصاحب اديته بالجزمه. مش لما انا واول مره اقولها كان بيجري ورايا وكان بيجي لي الساحل وكان بيجي يبوس ايد ماما علشان يتجوزني وانا ما كنتش شايفاه عشان عيل صغير واصغر مني. نعمل ايه بقى؟ ومش عاجبني، وقلت له احنا مش هنرمرم، مش هاخد عيل صغير. فراح بقى صاحب واحده ويعني مقعدها في اوضه ومش عارفه اتجوزها ولا ايه، والله اعلم. والبنت بقى وهي بتتحقق معاها ولا متسرب لها يعني مكالمه، فبتقول ده كان مصاحب منى، وحتى منى ما عجبتوش وكانوا مع بعض في رمضان. واستغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. اهو ده بقى ايه، رمي المحصنات. ده بقى اللي اسمه جهر بالمعصيه، وده اللي اسمه فسق وفجور. لعيب الكوره ده ما بيتحاسبش ليه؟ لعيب الكوره ده انا ما كنتش مصاحباه، انا كنت مرتبطه بيه وهنتجوز، بس انا ما بحبش العيال الصغيره. كان بيجري ورايا فقلت خلاص اعمل فتره خطوبه، ولما اكتشفت ان هو بتاع نسوان وقليل الادب وبيشرب حاجات مش ولا بد سبته. الناس المحترمه اللي طرحه تقول كانت مرافقاه، لا ما برافقش حد يا حبيبي. انا لما برتبط بحد برتبط بيه قدام الناس كلها. بما انك وصلت لك معلومه ان انا مرافقاه يعني انت شفتنا مع بعض. بما انك شفتنا مع بعض يعني احنا مرتبطين، اكيد مش هنظهر مع بعض واحنا متصاحبين.
اتقوا الله. ولعيب الكوره اللي انا بتكلم عنه ده غير اللي كان خطيبي، عشان بس ايه، هما اتنين. لعيب الكوره الشمال ده راجل لسه متجوز جديد، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه عشان بيتكلم عليا. وانا لو شفته في حته هديله بالجزمه على وشه لو شفته صدفه. الخبر التالي: داليا مصطفى نفت بشكل قاطع طلب الطلاق من زوجها شريف سلامة. في سياق آخر، شهدت الفنانة ريهام عبد الغفور انهياراً عاطفياً مؤثراً. شاهد التفاصيل. هو انا هسألكوا سؤال مبدئيا ده ما حصلش. انا لا يمكن اطلب الطلاق من شريف. في ست مصرية أصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق. انا عندي منه سلمى وسليم. انا لا يمكن اطلب الطلاق من شريف ابدا، لان انا حتى استغربت زمايلي نفسهم بيسألوني سؤال زي ده. بقابل اصحابي بيسألوني سؤال زي ده في نفس الوسط. فلا والله يا جماعة، والله ما طلبت الطلاق من شريف، صدقوني. عمره في حياته، يعني والدي توفى وعنده حاجه و80 سنه، ومكنتيش عمرك تتخيلي، لان هو من كتر ما السبيريت بتاعته كانت يونج وكان محب للناس ودوت، عمرك ما كنت تتخيلي ان هو في السن. انا شخصيا اتفاجئت بسنه لما توفى، ما كنتش مصدقه ان هو، لان هو كان هو اللي بيعمل لنا كل حاجه، هو اللي احنا معتمدين عليه في كل حاجه. شخص يعني يمكن يكون اكتر شخص في الدنيا عمره ما خذلني ولا خذل اي حد من اولاده او من اي حد. عمر ما حد يعني طلب منه اي الله يرحمه. يعني هو كان اكتر، وزي ما بقول لك على ابني ربنا يحميه دلوقتي، هو اكتر صاحب ليا، بس ابويا فعلا كان حتى اكتر واكتر. كان يعني انا افتقادي لابويا طبعا لان هو كان الاب المثالي يعني، واكتر يعني كان اب اكتر من المثاليه حتى، يعني كان متفهم قوي. يعني عمري في حياتي ما احتجت اشرح له نفسي خالص، عمري ما احتجت ابرر اي موقف عملته حتى لو موقف غلط. هو فاهمني، هو مستوعب، هو understanding، حنين بشكل مبالغ فيه يعني. وده بقى اللي علمني فكره ان الواحد بيجي على نفسه، لان هو شخص عايش للاخرين. هو ما بيعملش حاجه لنفسه خالص، هو دايما بيعمل لكل الناس، اولاده وكل الناس حتى اللي ما يعرفهمش يعني هو مهما ده كلفه من طاقته من اعصابه من اي حاجه. ففقد اب طيب وحنين تكسر قاسي، يعني قاسي، خصوصا كمان ان طريقه الوفاه كانت برضو قاسيه. ما هوش كان عيان، ما هوش كان تعبان، ما كان راجل صحي هيلثي رياضي. كان جاي يتغدى معايا عندي، يعني سايق عربيته بكلمه قبلها ب3 دقايق. كان قال لي خلاص انا على بعد ما اعرفش 10 دقايق، بعديها جات لي المكالمه ان هم عملوا حادثه. فانا عارفه ما تحسي انك ما لحقتيش حتى، يعني انا كان اودعه بحبه واعرفه ان انا بحبه. حتى اخر حاجه رساله كانت ما بيني وما بينه قبل ما يتوفى بايام قليله، كنت قريت ان هدباء نزار القباني كاتبه: لقد افسدت حياتي يا ابي عشان كلما قارنت رجلا بك يعني خسر، يعني او ما قمت كاتبه له هدباء عبد الغفور. فساعتها هو رد عليا قال لي: وانا في ميزان القباني كفه غلاوتك تكسب. يعني احنا كانت القصه يعني رايحه جايه، تحس احنا اتنين حب غريب يعني.